السلام عليكم اخوان الاخوات، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير ان شاء الله. اليوم غنحضر معكم واحد الوصفه بهذاك الخبز ديال التورتيه اللي صايبت معكم. هذا عندي البصله مشلطه، وعندي شويه ديال الصدر ديال الدجاج مقطع كشرائح، وعندي مطيشه وشويه ديال الخس، وعندي التوابل، وعندي المايونيز حتى هي راه صايبتها معكم. دابا غندوز نشحر هاد البصله مع الدجاج. لا غندير شويه ديال زيت الزيتون، نخلي هاد البصله تنزل شويه. داك الدجاج غندير الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الكركم، زبور يابس، عندي كيغ، عندي شويه المهم. دابا من بعد ما طاب الدجاج غناخد الخبز ديالي. هذه نقدروا نسميوها شاورما ديال الريجيم. ندهن بالمايونيز، وتقدروا تضيفوا هذا لافوكا حتى هو. ندير مطيشه، ندير شويه ديال الخس، ندير الدجاج، صافي. هي الوصفه الاولى ديالي راه تتجي بنينه بزاف. قلت لكم نسميوها شاورما، ما فيهاش الفريت. دابا ندوزو لهادي غنصايب بها وصفه اخرى. بالنسبه للوصفه الثانيه عندي مطيشه مقطعه دوائر هكا، عندي شويه ديال الجبن ايضا فرماج الاحمر، عندي شويه ديال السبانخ لي زيبيناغ كان عندي انا في المجمد، وعندي جوج بيضات، اولا تقدروا ديروا غير بيضه واحده الا كانت عندكم مقله صغيره، غير بيضه واحده كافيه. انا عندي مقله كبيره شويه ندير جوج. صافي دابا ندوزو نطيبوا الوصفه. في المقله غندير شويه زيت الزيتون،
نحط المطيشه. ندير ليها شويه ديال الزيت. الملح بلا ما تجي واحد، غندير الفرماج باش تيكون ملح. غندير هادوك جوج بيضات مطربين، شويه ديال الجبن الاحمر، شويه، وغنحط هذيك الخبزه ديالنا ديال الطورتيلا. صافي غنخليها طيب هذاك البيض ونقلبها. نقلبها ندير عليها لي زيتونات، المهم هما جوج الوصفات ديالنا اللي صايبنا بالخبز، جوج وصفات. تقدروا تصايبوا اكثر من هكا، المالح والحلو. ها هي الطورتيه والشاورما. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الوصفات وتجربوهم. وهادو التوما تقدروا تزيدوا فيهم شويه ديال الطون ولا الدجاج ولا الكفته اللي كان عندكم. يلا شكرا لكم على المشاهده، وما تنساوش لي لايك الا عجبتكم القناه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.